كنا 3 احنا اللي عاملين اللونش بتاع بلاك بيري في مصر. برضه هرجع واقول لك ايه، كلنا غلطنا الغلطه دي. وليد النهارده فول تايمر في سي اس ار ديبارتمنت في فودافون، واخد مانجيريال بوست، فبيحس بديسنس او انفصال ما بين ما هو عليه حقيقته وما بين حقيقته بالظبط. يعني انا ات بوينت ان تايم اي ميست ولادي، لان كنت ملبوخ في ان انا عايز اشتغل كتير عشان اامن لهم مستقبل. الغلطه فين عارف؟ في ان انا هاخد النكست ستيب. هي النكست ستيب هي اللي هتيجي تحت رجلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الصبح بكري. البودكاست اللي بنحاول نخلي فيه حياتنا أفضل بالعلم أو بالعمل. والنهاردة معانا ضيف ما شاء الله عنده خبرة كبيرة جدا في العلم، لأنه دكتور في التسويق في جامعات مرموقة، غير خبرته الكبيرة في العمل كاستشاري تسويق لكتير من الشركات المصرية والشركات متعددة الجنسيات. حلقتنا النهاردة مهمة ل3 موظفين. أول واحد هو الموظف اللي مش راضي عن وظيفته ولا مديره ولا الموضوع ككل. تاني واحد هو الموظف اللي حابب يترقى في شغله. وتالت واحد هو الموظف اللي عايز يطور من نفسه باستمرار بس ما عندوش وقت. وهحط لكم المواضيع بالوقت علشان خاطر لو حد عايز يروح يسمع موضوع بعينه. وخليكم معانا لآخر الحلقة عشان سألت الدكتور على خطوات عملية هتساعدنا جدا إن شاء الله. فيلا بينا نبدأ. مش كل الناس تصلح انها تبقى رائدة اعمال. ريادة الأعمال دي قدر كل بالظبط. كل بزنس بروفيشنال أو كل ساعي للنجاح. ولا لا ستايل طبعا. إن هو يبقى لا شغال طبعا. وظيفة بص، وموظف بيروح. it's easy to answer this لو انت بصيت على الستاتستكس. للأسف الشديد تسليط الضوء على الميديا بيكون فقط على قصص النجاح. اوكي، لكن علشان احنا بعيدا عن ريادة الأعمال وغيره، في كم واحد نقدر نقول عليه نجم سينمائي او لعيب كرة محترف او رياضي موهوب، لما تقارنه بعدد المحاولات اللي تمت هتلاقي النسبة هتلاقيها قليلة جدا. نفس الكلام في ريادة الأعمال. فلو انت بصيت على الأرقام ما اعتقدش ان في نظام كوني ربنا حطه قايم على فكرة انه there is only one path for everyone to take، وان كلنا لازم نبقى رواد اعمال في يوم من الايام. للاسف الشديد تبنى الراي ده بعض الرموز المحسوبه على المنابر الدينيه في فتره من الفترات، فاثرت سلبا على ثقافه الشباب. فابتدى الشاب اللي حاسس ان هو مش قادر يبقى رائد اعمال او مش صاحب مبادرات وعنده سايد بيزنس، واللعب بقى بالمصطلحات الغربية زي حتة الفاينانشال اندبندنس اند سو اون وهكذا. كل دي حاجات ادت في الاخر الى ثقافة او قيم او مبادئ او افكار مش مناسبة لمجتمعاتنا خالص، لان احنا مجتمعاتنا مجتمعات فيها قدر من التكاتف والتكامل والتكافل الاجتماعي، بيخلي الرعب اللي عند الغرب من حتة عدم القدرة او عدم تحقيق المكاسب المادية بشكل يأمن لك مستقبلك، بالنسبة لهم حالة من الرعب. لأن هناك اللي ما بيشتغلش ومش بيأرن ماني بيموت ليترلي بيموت. يا إما هو بيموت نفسه بيخلص على حياته لأن الحياة بتبقى صعبة جدا. إنما فكرة بقى التكافل والأسرة والأصدقاء والجيران والناس هتدور لك على شغل وهتساعدك وتقف جنبك وتحاول معاك، واللي هيجيب لك اللي نفسك فيه لحد لما تقوم على رجليك، وبيننا وبين بعض في الآخر يعني ولا تنسوا الفضل بين، يعني احنا المبادئ دي عندنا احنا في هناك مش موجودة. فلما بعض الرموز الدينية حضرتك بتقول محسوبة على المنابر الدينية، مش دينية يعني ناس نحسبهم ان هم يعني ايه متفقهين في الدين بجد، لان عمر ما حد فهم دينه صح او نقدر نقول ان هو عالم بمجال دينه يعني هيقول هذا الكلام. لكن بيبقوا في ناس بتطلع بالظبط كده حته صلته مع الناس صلته مع الناس بالظبط كده. انما لما تلاقي في مش عايز اقول اسماء يعني، انما هم ناس اتحسبوا علينا زي ما سمي بالدعاء الجدد دول، عارف الاشكال دي اللي هي ايه، هم عندهم لباقه كاريزما، قرأوا بعض الكتب الدينية في السيرة في السنة في الحديث في حفظوا شوية من القرآن، وطلعوا اتكلموا على السوشيال ميديا، فالمحتوى الديني بيجيب مشاهدات. هو ابتدى يدخل الدين بقى فابتدى يدخل الدين الغربي عشان يطلع الميكس بتاع، فيطلع لك بقى ويكتب كتاب
عن انه انت الموظف ده عبد وده نظام العبوديه الجديد. طبعا الكلام ده يعني مش طيب والنقطه بتاعت شيخ الازهر موظف، يعني الامام الجامع موظف، يعني عايز اقول لك ان هو ايه وبعدين لما تقرا بقى الباحث حقيقي في مجال رياده الاعمال، وانا لا ازعم ان انا منهم، لكن انا قريت لان في واحد صديق ليا كان عامل ماجستير في رياده الاعمال في انجلترا. اوكي. والماجستير ده كان حتى هو نفسه لما الناس اللي بتحبه يعني او يعني بتحسبه ان هو يعني درس شويه المجال دوت ويقدر يتكلم فيه بشكل يعني ايجابي جدا، هو نفسه بيقول على نفسه ايه، انا باحث في رياده الاعمال، انا مش رائد اعمال، انا باحث في رياده الاعمال. يعني انا اهتميت بالبحث في اسباب نجاح او فشل رائد الاعمال. اكاديميكلي لا بروفيشنالي، يعني ماجستير مهني، يعني كان عامله في انجلترا في جامعه في انجلترا، كانت الام بي اي بتاعته ماسترز ان بزنس ادمنستريشن، مهنيه جدا على البحث في اسباب نجاح وفشل رواد الاعمال من مختلف المجالات. وهو كان الماجستير بتاعه كان عايش في انجلترا، ما كانش عايش في مصر، هو جه مصر بعد كده واشتغل في وزاره الاقتصاد، يعني هو اشتغل في القطاع الحكومي كمان بعد كده. ودلوقتي هو عنده مكتب استشاري ظريف يعني كده، ده صديق عزيز يعني من زمان قوي، يعني اعرفه من اكتر من 25 سنه. فالمهم اسمه محمد، اسمه محمد. فكنا بنتكلم في الموضوع دوت، اسمه محمد عبد العزيز. فابتدينا نتبادل بقى مع بعض المراجع والكتب والحاجات ديت، وهو كده من المجالات اللي انت لازم هتقرا فيها بدل ما انت مهتم بالبيزنس. فابتدينا نبص على الحاجات الحديثه، ما كلام بقى عن الرساله بتاعته معموله ازاي، المتن البحثي بتاعه، يعني شويه تفاصيل فنيه في الحته بتاعه الايه البحث العلمي يعني. فلقينا انه المنشور في الادبيات بتاعه البيزنس والليتريتشر بتاع المجال بتاع الانتربرينورشيب، لانه ده مصطلح انا درسته في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه على انها نظريه من ايام ادم سميث من 1776، فهو الموضوع مش حديث، يعني مش حاجه حديثه، احنا هنا بس اللي بنسمع بس اللي حصل ريسنتلي بالظبط كده. ف اكتشفنا ان الادبيات الحديثه او البيبرز الاحدث المنشوره حاليا في الاكاديميك جورنالز بتتكلم على انماط من الانتربرينورشيب كتير، فمنهم واحد بيبقى انتربرينوريال جوه الوظيفه. يعني في عندك حاجه اسمها السوشيال انتربرينور، في عندك حاجه اسمها اللايف ستايل انتربرينور. اللايف ستايل انتربرينور مثلا اللي هو ينطبق الكلام دوت على الفريلانسرز. فالانتربرينورشيب دي كانت حاجه من الحاجات اللي هي احنا هنا مش فاهمين. لا مش حاجه واحده، مش حاجه واحده. ففي مثلا عندك الكوربريت او البروفيشنال انتربرينور، ده واحد بيطلع الانيشيتيفز اللي هم دلوقتي بيسموه بزنس ديفلوبمنت، الهبل برضو اللي بنشوفه في موضوع بزنس ديفلوبمنت ده. يا جماعه بصوا، اصل هي التجربه مكرره. لما يبقى كل فتره كده شويه شباب عايز يقب على وش السوشيال ميديا ويطلع يعمل لنفسه باز، فيقوم طالع هبدتين في مواضيع قديمه وليها تأصيل وليها وتطبيقي وليها ناس متخصصه من عشرات السنوات، ويطلع واحد يقول كلام يعجب شويه شباب صغير لسه بيبني مستقبله، فيبتدوا يتابعوه فيفهموا الكلام غلط، او هو يقول لهم الكلام فيه مغلوطات كتير، ففي مستقبل بيضيع. يعني انا شفت الموضوع دوت كتير. شباب من 2010 النهارده احنا 24، تخيل انت واحد 2010 دوت كان شاب طموح متخرج من كليات القمه، هندسه، طب، صيدله، حاجه، والنماذج دي انا شفتها كتير قوي، ومشي ورا الهبل ده. النهارده بقى بعد 14 15 سنه مش هتعرف تغير اللي هو اتعلمه، هو ضايع، هو عاجز، مفيش سي في بعد 15 سنه من تخرجه من الجامعه، ما عندوش سي في، ما عندوش كريكولم نقول الراجل ده اشتغل في ايه وتعلم ايه. مشي ورا كلام ناس مش فاهمه حاجه، وكانوا في وقتها نجوم على السوشيال ميديا، وتصور ان هم دول اللي بيفهموا، وتصور ان ده العلم اللي هو بياخده، وتبقى بقى كوارث، بتسمع بقى قصص مأساوية. يعني ممكن بقى ايه مثلا ربنا يسلط عليك دماغك فتلاقي نفسك عملت قرشين، فيبقى انت فانت اكيد جامد، ده صح، انت جامد جدا صح، بس القرشين دول ما يكفوكش مستقبل، القرشين دول يخلوك تشتري طقم جديد، تقوم رايح متجوز وتخلف وولادك يكبروا وبنتك تخش المدرسة
وتلاقي ان انت مش بتبروجرس في حياتك. اصل انا سمعت كلام بتوع الكونتنت سكينج ومشيت ورا ان انا ابقى كونتنت كريتور، لبست في الحقيقه دي تاسكايه، دي مش حاجه تخلي تبني مستقبل. تخيل انت معايا لو انت مثلا اتخرجت من كليه الهندسه وانا قلت لك انت حضرتك هتبقى شغلتك انك تعمل تمسك سويتش النور، دي تاسكايه. ما ينفعش تبقى انت ايه، يبقى دي حياتك. ما ينفعش تبقى هي دي حياتك، لانك انت وانت عندك 20-21 سنه عرفت تدخل لك 20 30 50 الف جنيه. 50 الف جنيه دي وانت عندك 20 سنه حاجه، وانت عندك 30 سنه حاجه، وانت عندك 40 سنه حاجه تانية مش هتلحق تكمل بيها لحد اخر الشهر يعني، او لحد اخر الشهرين. يعني هتلاقي انه اتس ريلي تاف، خصوصا لو انت في رقبتك بقى زوجه وعيال وبيت وبتاع، صعب. فاللي انت بتفرح بيه، انا لو اديت ابني النهارده في بكالوريوس هندسه، لو انا وهو نازل خارج اديته مثلا خارج مسافر سفريه مع اصحابه ولا بتاع، واديته في ايده مثلا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه، اقول لك لا انت كده بقى كده محتاجه افوق بقى يعني واجي اكلمك. نو مش قصدي يعني بدا هم بيصرف على نفسه، هياكل بيهم، هيركب بيهم قطر ويروحوا يقعدوا مش عارف في على الكورنيش في اسكندريه يتغدوا شويه مش عارف فريسكا وفطير وبتاع ويرجعوا وجلاتي من عند عزه وبتاع، وهيرجع متنغنغ خالص. اوكي، لكن لو انا خارج انا ومراتي وولادي، لا، ما الرقم ده مش هينفع. فبالتالي sometimes انت بتتغزل، يعني بتتصور ان الدنيا هتمشي كده، هتكمل كده. ده ليه؟ لانك انت مشيت ورا واحد ضيعك، ودول للاسف الشديد بقوا كتير. وفي منهم اللي بيبقى عارف ان هو ميديوكر، بس هو عاجبه الاتنشن. وفي منهم اللي بيبقى للاسف الشديد فاكر ان هو بينشر علم وهو مش متعلم ومش مؤهل، هو هو تلميذ. وممكن تبقى تلميذ نجيب بس ما تشيلش مسؤولية معلم، تفرق يعني. ده لا، صعب قوي يعني. ودي بتبقى غالبا حاجات انا بشوف انها المفروض تكون تكليف، مش اختيار، مش حاجه الواحد يسعى ما تسعلهاش، لا دي تكليف. يعني انت ربنا بيزقك في اتجاه ما وانت بتكمل فيه. انما لو انت سعيت لده، ما في حاجات كده انا مؤمن ان هي السعي وراها يعني خطر. قدرك ماشي اوكي، ما حدش بيختار ان هو يبقى مثلا، انا بتكلم طبعا على ايه، على اللي بيخاف ربنا يعني. ما حدش بيختار ان هو يبقى مثلا مسؤول عن مثلا عنده سلطه قتال، مش عايز. بس لو اتحطيت فيها واضطريت لازم هقاتل. انا هبعد عنها، لكن اضطريت لها لازم خلاص مش عايز اخش في مشاكل. لكن لو اتحطيت فيها خلاص، قدري كده، ربنا اراد ان هو يحطني في الموقف ده. مش عايز اسعى للشهرة، بس مش ما اسعاش بس للشهرة. لو الشهرة جات لي، لو جات لك بقدر خلاص، ما هو انت مش ما هنا هتلاقي بقى في الحالة دي ايه، انت مشهور بيه مش مشهور نقطة. يعني في بعدها بكذا. انت مجدي يعقوب مشهور، محمد صلاح مشهور، ابو تريكة مشهور، احمد زويل مشهور، بس مشهور بيه. اوكي، انما لما يبقى واحد مشهور نقطة. ايوه، بس في ناس ابتدت ريسنتلي تاخد حتة الشهرة دي، ان انا بكرييت اودينس، والاودينس بعد كده بقى هبريتش اي حاجة، هبيع له تيشيرتات. مشهور بايه؟ يبقى هو مشهور بانترتينمنت مثلا، ماشي. ما هو ممكن تبقى مشهور بالغناء، بالتمثيل، بالافيهات، باي حاجه، ماشي تمام. بس انت عندك اللي بتقدمه. انما ما ينفعش تبقى انت ما عندكش وتبقى مشهور بانك معلم. ما ينفعش ما عندكش وتبقى مشهور بانك انت بتدايركت رأي عام او بتدايركت شباب. ده خطر جدا، ده خطر جدا. هو حته بقى ازاي ان انت تتعلم، وازاي ان انت تقرا في التكست بوكس، وازاي الكلام ده will comes later. يعني ده المفروض ان هو سؤال منفصل، بس هو كان في النقطه بتاعت السؤال بتاعنا ده، ان حضرتك شايف انه لا يا جماعه، مش كل الناس عندها الابيليتي. ده رأي شخصي، ده رأيي. انا شايف انه في ناجحين ومؤثرين
ومؤثرين جدا، بس نسبتها وهم مش رجال، مش انتربرينورز، مش انتربرينورز خالص. يعني مثلا بنتكلم مثلا ساي على حد زي الشاب اللي هو السي او بتاع امازون ايجيبت مثلا. ما هو ده مؤثر جدا، وبيدير مؤسسه حجم اعمالها في السوق المصريه فقط مئات الملايين. السي او بتاع بيبسي مثلا شلبايه، ما هو ده مؤثر، وبيدير مؤسسه راس مالها مليارات الدولارات، وانا اسف كوكاكولا. فانت متخيل هذا الرجل بيدير حجم استثمارات قد ايه؟ and he's not an entrepreneur, he's a CEO. موظف وترقى، وصل لقمه الهرم الاداري في المكان اللي هو بيشتغل فيه. اوكي، في موظف بيبقى تحتيه على طول ناجح برضه لانه اكسبرت في مجاله، السي اف او بتاعه، السي ام او اللي بيشتغل معاه، السي تي او اللي ماسك التكنيكال بارت في الاوبريشن، وهكذا. يعني الهرم الاداري مليان، وفي ناس بتوصل لمستويات معينه ولسه عندها اللي تديه وبتتعلم وبتنمي من نفسها، وبتلاقي انه في سقف ليها في هذا الهرم الاداري. فممكن تروح مكان هرم اخر تاني تغير شغل، او ممكن يبتدي يفكر ان هو يبقى مثلا استشاري، يبقى صاحب بيزنس صغير، ينقل خبرته للغير، يتعامل كاكسبرت مثلا في سلك اكاديمي في جامعه او حاجه زي كده. يعني في عنده بدائل كتير. فالفكره بقى بتاعت ان هو وان باس، وان مانوال، وان دايركشن كلنا نمشي فيه، كلام مش منطقي. احنا ربنا خلقنا لنتعارف، فنلاقي ضروره الاختلاف. ما هو دام احنا شغلتنا او ربنا وجدنا على هذه الارض شعوبا وقبائل لتعارف. بالظبط، انما لو كلكم شبه بعض ما حدش هيبقى عنده خلاص يبقى ما فيش. فهو الفكره اساسها ان احنا لازم ناكوميديت اختلافاتنا. لا في حد احسن من حد، ولا في حد له فضل على حق، يعني خالص. هي الحكايه كلها قايمه على ايه؟ احنا كلنا اصحاب رساله في الدنيا. الرساله دي بقى في منها اللي بيكون عبره فبيدي رساله لغيره عشان ما يعملش كده، وفي منا اللي بيكون نذير بيحذر، وفي منا اللي بيكتسب الخبرات وبيتقي ربنا سبحانه وتعالى فبيجعل له مخرجا. في الاخر انت حضرتك ليك دور معين في الدنيا بمزاجك او غصب عنك. اوكي، ده ايديا اوف بقى ان كل كوكب الارض يبقى انتربرنور. طب ما كانش بقى فيه احمد زويل، ما كانش فيه بقى فيه مجدي يعقوب، ما كانش بقى فيه حد زي مثلا ميسي او كريستيانو رونالدو. ما دول مش انتربرنورز، دول بروفيشنال اثليتس. اوكي، ما كانش بقى فيه حد زي مثلا السي اي اوز اللي بتدير الشركات الكبيره دي. مين اللي هيديرها؟ مين اللي هيديرها؟ ما كانش بقى فيه قيادات سياسيه، ما كانش بقى فيه قيادات رياضيه، ما كانش بقى فيه مديرين لمؤسسات خيريه. في ايه؟ طيب حضرتك لما جيت قلت، حضرتك كنت بتقول انه في شخص بيترقى وبيوصل لحد بياخد الوظيفه وبيوصل لحد اما يمسك زي ما حضرتك قلت راس الهرم الوظيفي، وفي ناس بتبقى واصله لحد ليفل معين ومش قادرين يكسيدوا، وممكن يبقى مبسوط وكونتنت سعيد جدا. انا مبسوط جدا ان انا مثلا وصلت للليفل بتاع ان انا دايركتور اوف ماركتنج، او ان انا هيد اوف فاينانس، او ان انا اتش ار مانجر. لو حد عايز بقى يتشاف از ا ستيب مور، از ان انا كانديديت مرشح لان انا او مؤهل لان انا اخد خطوه فوق. يعني مثلا حد، خلينا نتكلم على الشباب الانتري ليفل او الناس اللي لسه بادئه، او الناس اللي هم اصغر ترس في الشركه، فده بيبقى عايز دايما يتشاف ان هو مرشح لان هو ياخد الخطوه اللي جايه. يتشاف من مين؟ يتشاف من مديره، من السوبيريورز بتوعه ان جنرال، من صاحب الشركه، من اي حد. فالحوار ده بيبقى فيه دايلما مرعبه. حد يقول لك لازم تتكلم عن شغلك وتتكلم عن نفسك وتبدا ان انت تابروتش محروق. واحد تاني يقول لك لا. بص بقى انت بتتكلم على ايه؟ يعني مثلا القصه بتاعت الاليفيتور بيتش دي اللي الناس ابتدت تفتح الموضوع تاني على السوشيال ميديا. القصه دي عمرها حوالي 25 سنه. الاليفيتور بيتش ويعني اتحرقت حتى في السينما. اوكي، يعني واحنا لسه بنهري فيها. فيعني يا جماعه حرام والله العظيم. في الاخر في واحد كده، يعني راجل كده كان يعني كتب شويه في الحته بتاعت السيلف ديفلوبمنت ديت او البيرسونال ديفلوبمنت. في طبعا حاجات كتير منها نظم تعليميه النهارده. يعني في نظم تعليم موجوده في السوق المصريه النهارده في مدارس كتيره قوي اللي بيسموها المونتوسوري سيستم.
مدام مونتسوري ديت كانت اتكلمت او بحثت في فكره، هي المانيه وكانت عايشه في ايطاليا ايام المانيا النازيه، لان هتلر كان عايز يقتلها. لان هي كانت بتشتغل على انك انت تبقى ازاي تقدر تعمل سيلف ديسكفري and you self develop yourself من الصغر، من وانت طفل صغير. اوكي. سيلف ديفلوبمنت من وهو طفل مش بيبقى مقصود، يعني بيبقى مش بيبقى مدرك ان هو بيعمل سيلف ديفلوبمنت، انما هي بتشوف ايه اللي بيستهويه، ايه اللي بياخده، ايه اللي بيخليه يبقى اكسايتد، ينسى الوقت وتسيبه بقى. فتلاقي ان هو وهو طفل صغير بيحب مثلا ان هو يلعب بالحاجات اللي فيها تركيبات وبتاع مش عارف ايه. فلو انت فلما انت رحت عامل له نادجنج صغير كده، زقته زقه كده ناحيه مثلا موضوع زي الانجينيرينج، يا اما هتلاقيه بيريزيست، يا اما هتلاقيه بيروح خلاص بيروح، هو مخه عايز ده. لو حد انتوا مثلا الرول بلاينج والريليشن شيبس والفريندشيب والبوبولاريتي والبتاع، فانت تقوم زقه في حته مثلا حاجات ادبيه واداره علاقات ودراسه علم نفس وبتاع، تلاقيه يروح. او لا، يبقى هو محتاج حاجه تانية، هو عايز يستغل دي بس في جزء تاني، وهكذا. فالمهم، وده منه بقى كتير لحد ما جه في التسعينات كده، جه الراجل الطيب اللي اسمه ستيفن كوفي ده. اوكي. اتكلم على فكره انه دون الموتو بقى اللي الشباب كله بيرددوا، دونت فيك ات because you will not make it. فعلا طبعا، لانه when you fake it هتتفيس وهتبقى فضحتك بجلال. فلما انت يو فيك ات، الموتو بقى اللي هو فيك ات تيل يو ميك ات والكلام ده كلام سينما، ده نقوله في يعني حاجات ليها سجع كده فالناس تحفظها وتجري تقر بيه. don't fake it because you won't make it. ليه؟ لان الناس اللي شايفه انك انت you're faking it او متهيأ لها ان انت فاهم بس انت you're faking it، اول ما هتابروتش يو وتقرب منك هتفيسك. فبلاش، خليك جينوين. اوكي. فستيفن كوفي قال كده، قال لك بص، ركز على الجيرني because there is no destination. ركز على قيمك، فاتكلم عن شغلك when it's right. بلاش نحط قولبة يا جماعة. مفيش حاجة اسمها لازم انا في كل opportunity اطلع اعمل البالو ده. اي بس otherwise في ناس فعلا ما بتتشافش. يعني في ناس، وفي ناس بقى بتبقى عندها بقى بقول لك ايه imposter syndrome. talk about your انجازاتك، بس don't oversell، ما تبالغش. and ما هو برضو احنا يا جماعه، واحنا اللي حمينا من هذه المبادئ الغربيه ايه؟ ثقافتنا الشرقيه الجميله اللي احنا بنتخلى عنها كل يوم اكتر من التاني. صح كده؟ لما انت عندك ايه كلمه بتقول لك لا تزكوا انفسكم، ما تزكيش نفسك، الله يزكيكم. احترم نفسك. انت شغلك يتكلم عنك، الناس تتكلم عنك. لو حد سألك انت بتعمل ايه، قول انا بعمل ايه، بس مش بغرض التزكية. انت دلوقتي بفجاجة بتلاقي شباب ما طلعش من البيضة يقول لك انا جامد وعملت امتى يا بابا حبيبي؟ امتى حبيبي عملت ايه؟ ويبدا يقول لك انا ده انت بيبقى ده انت كل ما بتقعد مع حد متمكن اكتر بتلاقيه بيتواضع اكتر وبينزل لتحت اكتر. ما ينفعش الكلام دوت. فانت تخليت عن قانون او يعني نقول ايه، كتالوج ربنا سبحانه وتعالى حطه لك، قال لك بلاش، انت ما تزكيش نفسك، انت ربنا هو اللي هيزكيك. يبقى انت تعمل ايه؟ راعي ضميرك وراعي يعني ادميتك وانسانيتك وانسانيه الاخرين في عملك. انما نظام بقى اللي تغلبه العبه فيك تيل يو ميك ات ومش عارف ايه والكلام، الكلام مش بتاعنا يعني. وعشان كده انت ما بتعرفش تعيش. يعني بتلاقي بعد شويه انه هؤلاء الحبايب بعد شويه بيتفقس. لا مش موضوع كده، هو بيبقى ناقم على نفسه. يعني هو بينه وبين نفسه حاسس ان هو جامد جدا والناس مش مقدره. لا، الناس شايفاه جامد جدا وهو عارف انه فاضي. شوف بقى قد ايه. مش موضوع غياب التقدير، يعني غياب التقدير ده انا ممكن اتفهمه. بني ادم عنده احساس بالذات، عايز يحس ان هو ايه، في حد مقدر اللي هو بيعمله او شايف ان هو بيقدم حاجه ليها قيمه. ده غريزه، ده احتياج طبيعي يعني، مش مختلفين ولازم ندي الاهميه لكل الناس. لكن sometimes بقى بيبقى الناس مدياله هذه الهيبه وهذه الاهميه، لكن هو يرى ان هو بيخدعه.
ماشي. وانا السؤال اعرف بقى، ناس من المشاهير على فكره على السوشيال ميديا مرضى اكتئاب، في ناس مرضى اكتئاب بسبب ده. لان هو اكتئاب؟ اكتئاب لان هو بينه وبين نفسه لما بيقفل على نفسه بالليل هو عارف انه فاضي، هو عارف ان مفيش، هو بس عرف يخدع الناس، عرف يخمهم. ومريض اكتئاب بيتعالج يعني، مش واحد، دي كذا كيس. ليه؟ لان هو لما بيختلي بنفسه هو عارف ان هو ما عندوش حاجه يضيفها وما عندوش حاجه يقدمها، لكن خدع المتابعين بتوعه وبقت هي دي حياته. ان هو لازم يشوف يعني لو حاجه يعني هو لو مش مفيش عليها. لو مفيش سوشيال ميديا هو انتهى. هو انتهى. هو لا عنده عمل حقيقي بيعمله، ولا عنده قيمة مضافة بيقدمها، ولا عنده تاريخ يرتكن إليه، ولا عنده احترافية في مجال معين هو تخصص فيه. أبيض، مفيش تمثيل. هو at some point هو بيبقى عنده بيرسونا عايز يحافظ عليها، بس هي لأنها مش روتد، يعني مش ملهاش جدر، فبيحس بديسنس او انفصال ما بين ما هو عليه حقيقته وما بين حقيقته بالظبط. فبيحصل له الايدنتيتي كرايسيس اللي بتحصل للبراندز دي. بتحصل. ما انا حاسس ان هو في سن التشابه جدا على فكرة، ما بين السيلف براندنج از كونسبت وما بين البراندنج بتاع الشركات. انت ما هو نفس الديسيبلين، هو نفس الديسيبلين، هي مش فارقه خالص. هو بس البرودكت اللي انت بتشتغل على بدل ما هو البراندنج او مية ولا- الاوبجكت اللي انت بتشتغل عليه علشان تعمله براندنج، ممكن يبقى حاجه ليفنج، وممكن تبقى حاجه بريذنج يعني كريتشر، وممكن تبقى حاجه جماد. اوكي، او حاجه غير ملموسه، خدمه. اوكي، في الاخر هي نحو ان انا بمنطق معنى معين او مينينج معين للاوبجكت اللي انا بتعامل معاه. طب انا في النهايه خلاص حضرتك قلت لي ان انا لا ازكي نفسي، وان كان ممكن يجي حد يقول مش انا اللي بقول، بالظبط. انا بفلسفها كده، انا تمام. وانا غلط يا سيدي، انا مش، بس انا this is how I see it يعني. لا، أنا بتكلم لما في حد يجي مثلاً- يقول لي كلمنا عن نفسك، والله ما هكتر عن دقيقه، والله العظيم 3 يعني، وببقى مكسوف. اوكي، لما واحد قاعد معايا بقى مثلا معاشرني من 30 سنه، لا يا رامي انت حصل وحصل وحصل، اللهم بارك ما تتكلمش، ما بعرفش والله يعني. the idea of انك انت في ناس عندها بقى الايه الجرأة انها to oversell themselves، في oversell هو عمل ايه وقدم ايه وراح فين وجه من فين. انا يعني بشوف انه لو الحديث عن ذاتك مش هيضيف للحوار او مش هيضيف المستمعين أو التعارف اللي بيتم ما بين الملقي والمستمع، يبقى قلته احسن، يبقى قلته احسن. لان انت بتدعي مثاليه مثلا، بتدعي قدرات. لو انا مثلا قدرا يعني، مش برضو مش قصدي حاجه، بس يعني ودي يمكن انا علمها لي برضو واحد من اصدقائي يعني يعني هو يعني اتعلمتها منه، وهو تقريبا قدي في السن يعني، هو مش اكبر مني بكتير، اكبر مني حضرتك 3 ما 4 شاء سنين الله يعني. عندك تصالح بس واتعلمت جدا 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 وفلان جدا فلان جدا كذا كنت بساله، هي ابتدت بسؤال، ما شاء الله. فبقول له يا دكتور انت ليه ما بتقولش وانت في البرزنتيشن بتعرض البرزنتيشنز بتاعتك التايتل بتاعك؟ فقال لي علشان انا مش عايز الاكسبتنس بتاعتي تبقى افلييتد بقى انا جاي من فين، انا كده بتملق. يعني لما تقول لي مثلا ده انا مدير اداره او رئيس مجلس اداره شركه اكس واي زي، انت بقيت بتبص لي بصه من منظور ان انا رئيس مجلس الاداره. اي بس في ناس تقول لك انت كده بتانلوك الاثوريتي بايس، او اللي هو ان ده شخص عنده سلطه وشخص مر بهذه التجربه وانا اشيل من دماغي لو هتخدم، وابدا استعمل لو هتخدم. انما لو الغرض منها هو ان انا اترسم. الرسمه، انت كده مش بتقدر حتى تاخد من اللي قدامك فيدباك جينوين عن حقيقتك او رايه في اللي انت بتقوله. فممكن يبقى ليك تجارب كبيره جدا يعني، مثلا انا اي ريرلي حصلت يمكن مره ولا مرتين، وكانت في كونتكست مقبول يعني، الناس يعني هو لازم يتقال. لما بنقعد نتكلم مثلا على حاجات تطبيقات في السوق، انا عشتها او مش عشتها، عملتها. مثلا ده زي بلاك بيري يا جماعه، هو مش لوحدي، انا ومصطفى
وحسام، كنا 3 احنا اللي عاملين اللونش بتاع بلاك بيري في مصر. فاحنا اللي دخلنا حاجه اسمها بلاك بيري مصر. فهقولها امتى؟ لما نبقى بنتناقش في الكيس دي. ليه؟ لان انا شفتها من وهي ملف لحد ما نزلت ونجحت نجاح باهر، وهي فوق قلنا بتخلص وهتروح، وشفناها وهي بتروح، وكنا عارفين سبب انها ايه بتروح. ابتدت تروح. فالموضوع يبقى هنا انا كلامي عن التجربه ديت مش لا تملق ولا استعلاء ولا حاجه. هي الموضوع كله انه trust me, some of the information that you may be sharing around about the case بتاعت BlackBerry is misperceived or misunderstood because I have done it. مش مش I've seen it, I did it. فأنا BlackBerry launch team، وهم التيم كانوا 3 يعني، بس عشان نبقى واضحين هم التيم كنا 3. أنا وواحد اسمه مصطفى وواحد اسمه حسام. أوكي. والكلام ده كان في 2004 2005 حاجه كده. اوكي. ايام بقى ما بلاك بيري ده كان راديو ترانزستور اسود كده، ما كانش بكره من الجنب من الجنب كده. بالظبط كده. وكان شاشه ابيض واسود وما فيهوش كاميرا. وعايز اقول لك كان حاجه رهيبه جدا، حاجه قلاجه قوي. بالظبط. بالظبط. وكان سعره في وقتها كنا بنتكلم على مش فاكر، بس لا كان رقم برضه، كان رقم يعني $6000. $6000 عشان تسيت اب البلاك بيري سيستم. في الوقت ده، لانه كان الدولار بحوالي 5 جنيه تقريبا. وكان الانيشال سيت اب كوست عشان يبقى عندك بلاك بيري لازم اولا تبقى كوربريت وعندك سيرفر، ميل سيرفر. ما ينفعش اي حد كده معدي يبقى معاه بلاك بيري. ولازم تشتري على الاقل 5 ديفايسز، وكنت بتدفع ثمن اللايسنس، الرخصه بتاعت البلاك بيري سيرفيس. وكان اسمها بس بلاك بيري انتربرايز سيرفيس BES. وانتجريشن وسيستم وميل، والميل يتعرف على البلاك بيري. ليله شغلانه كانت فضيحه يعني. فكان لازم تشتري 5 ديفايسز وتدفع لكل ديفايس لايسنس. فكان الانيشال سيت اب فيز بتاعتك كانت 35000 جنيه لما الدولار كان ب 5 جنيه. فانت بتتكلم على تقريبا حوالي $6000. فانت مش بتتوصف لك، مش درستها، مش قريتها. انا عارف تحدياتها، ونزلت مع الناس بتوع السيلز عشان يبيعوها، واديتهم التول كيت اللي يشتغلوا بيها. السيلز تول كيت عملت لها ديزاين من اولها لاخرها، وحضرت البيتشز ووجهتهم ازاي يبيعوا، وقلت لهم ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. وخدنا البنش مارك وسافرت انجلترا وقعدنا اتفرجنا على هي اتباعت ازاي هناك علشان نعرف نشوف هنعرف نimplement الكلام ده، نعملها هنا ازاي وهكذا. فلما بذكر حاجه زي كده مش الغرض منها اوعى انا عملت انا سويت، خالص خالص خالص. بس في واحد ممكن يجي يتشالنج ويقول طب ما هو مثلا على سبيل المثال، بما ان احنا اتكلمنا كمثال من الدين، طب ما هو سيدنا يوسف جه قال اجعلني على خزائن الارض. بيكلم مين؟ بيكلم الحاكم بتاع مصر. بيقول له مسكني وزاره الماليه، ان انا قادر على ان انا اعرف امانج الدنيا دي. مش بيكلم الجمهور، بيكلم المسؤول عن منحه هذا التايتل. انا عندي هذه القدره، انا ربنا اداني هذه القدره. فانا ممكن اعمل دي. فانت دلوقتي لما تيجي تقول لا ما نمشيش بقى نقول للناس انا جامد، انا حلو، انا مفيش مني، انا ما حصلتش. لا طبعا مش كده، مفيش حد بيعمل كده. لا في ناس طبعا. لا انت بتتكلم حد ساوي او حد الامثله اللي بتتقي يعني فسيدنا يوسف ما عملش كده. تمام. بس ممكن انا افضل ادور. ولو هتبص عليها وهتفلسف القصه صح يعني، هتلاقي انه ده كان مرتبط ب ازمه. بالظبط. هو كان بيحاول ينقذهم فعلا ليترالي هو كان هينقذهم. ده كان وحي برضه يعني، ما كانش الموضوع ما كانش ما نقدرش نساوي نفسنا بدي. اوكي. انما حتى في الاحاديث النبويه الشريفه النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا الصحابه يناقشوه مثلا في كذا في كذا في كذا، كان بيقول لهم ايه؟ ما انا الا نبي يوحى الي، مش بمزاجي، انا بشر ومسلم. وفخور جدا بالموضوع وما عندوش في ايدي حاجه يا جماعه. انا مش بيقولها بقى انا نبي يوحى الي، لا بيقول لهم ما انا الا نبي يوحى الي. انا ما عنديش ما عنديش ما بقولش حاجه من دماغي زيكم كده. انت تقول من دماغك انت، انما انا ما اقدرش انطق من دماغي. اوكي. بعيدا عن الحته اللي هي الايه يعني الاصوليه او الاثيكال في الجزئيه ديت، لانه دي ممكن برضو يبقى فيها جدليه كبيره يعني.
وممكن يبقى في تفسيرات مختلفه وكده. ايوه بس انا ممكن فعلا اقف وابدا اقول لا انت لسه بدري عليك، في حين ودي نماذج فعلا بنكم اكروس انت جامد جدا يا ابني. انت بتقول ايه؟ انت ازاي انت شايف نفسك ان انت مش هنا بقى بتبقى المساله مساله ري اشورنس. واف اي ريلي بليف ان يو يبقى معنى كده ان انت obviously competent ان you will get the job. لا انا بتكلم على احنا ايه، احنا كبيرز مثلا بنشوف ان هو البني ادم ده جامد جدا وهو شايف ان هو هيز داوتنج هيم سيلف وشايف ان هو لا يا جماعه انا لسه محتاج اخد كورس كذا ومحتاج اعمل كذا ومحتاج اعمل كذا عشان ابقى ايبل ان انا اخد النكست ستيب. حبيبي انت ايبل اكتر من مانجرز ماسكين دلوقتي. الغلطه فين عارف؟ في ان انا هاخد النكست ستيب. هي النكست ستيب هي اللي هتيجي تحت رجلك، انت ما بتاخدش حاجه، انت ربنا بيسبب لك الاسباب بس. انت ما بتاخدش حاجه. يعني the idea of انه I lead my own life والكلام التعبان ده ما فيش. انت ما هو تاني في الاخر اختياراتك limited فيما سخره الله لك وسخرك له. اختياراتك limited جدا. انت بس بتختار همشي شمال ولا همشي يمين، هعمل دي ولا هعمل دي بس. انما ما فيش عندك والديزاين يور لايف وتعمل الفايف ييرز دي بقى الايه، دي المبادئ الغربيه. الناس دي اللي بعتلك هذه المصطلحات وهذه الافكار وهذه المبادئ المغلوطه الدخيله، هم they are doubting احنا جينا ليه اصلا على هذا الكوكب. انت مخك مرتاح بقى، يعني انت الكلام ده ربنا مريحك فيه، انت ربنا انعم عليك نعمه حلوه قوي فانت مريح دماغك، مش شاغل بالك. سبحان الله فعلا أنا الدنيا فيها يعني مين مسيطر عليها، والعالم والقدر ايه، والرزق ايه، والحاجات دي انا تمام. انما ده قاعد راح تشغل دماغه هي الشمس ليه بتطلع وما بتنزل، والقمر بيجي بيلف من هنا ليه. هو شاغل دماغه بامور انت مريح مخك فيها، فبيقعد بقى يقول لك الكلام ده. ماشي. بس احنا لو هنتكلم برضو ان احنا بنحاول ان احنا نعمل كومباريزن ما بين السيلف براندنج او بنتكلم على الشخص از كوربريت او كشركه او كبراند. طب ما هو انت برضو محتاج تعمل لنفسك 5 years. اعمل ما تقولش، لان اتفقنا قبل كده ان البراندنج is not about what you say, it's about what you do. اعمل وسيبه يقول، وسيب عملك هو اللي يقول. اعمل والدنيا هتمشي معاك. انما وقول لما يكون الوقت مناسب، انما ما تمشيش عمال تتكلم عن نفسك وخلاص. يعني ما هو ده اللي انا ضده. لا، لو حد سألك قال لك والله يا محمود انت احكي لي كده، انت اتخرجت سنة كام، واحكي لي بقى من ساعة ما اتخرجت عملت ايه وبتاع، احكي له قول. انما نبقى قاعدين في ميتنج فانا اقوم مزعق وطالع ونازل وقاعد عملت وانا مش اوعى وشك وبتاع وزعق بابا ايه ده حبيبي ايه ده، عشان انت we know everybody on the table خلاص. زي ما انت سمعت fake it till you make it، انا كمان سمعتها. فانت اما بقيك بتفيك it هقول لك ايه، خلي بالك يعني you won't make it here، يعني مش هتعملها معايا، وانا عملتها قبلك وشفتها قبل كده. والله وبتبقى شكلك وحش بقى صح. فتاني انت في عندك فيلد او زي كده ايه، مساحة من التأثير ومساحة من التأثر. فانت تتأثر بأكتر مما تؤثر فيه صح. فانت حضرتك دلوقتي بتشتغل في مكان، ده الملعب اللي انت بتشتغل جواه. حلو كده، هذا المكان يتأثر بما هو محيط بيه، وانت بالتبعية بتتأثر بيه، وبتحاول انك انت تديفلوب جوه المكان دوت على قد ما تقدر نفسك والمكان اللي انت مسؤول عنه. بس شوف شغلك، الموضوع سهل على فكرة، يعني ما بلاش فرهضة يا جماعة، الموضوع سهل. ركز في شغلك، لو كل واحد ركز في شغله وما بصش في طبق اللي جنبه هنرتاح كلنا وهنبقى حلوين قوي. انما المشكلة فين؟ ان انت في ايدك اكلة حلوة بس مش عاجباك عشان اللي جنبك شايفه بياكل حاجة انت رأيك انها احلى منه، انت رأيك كده، لو دقتها ممكن ما تعجبكش. خلي بوزك في طبقك بقى، ما تقعدش بقى تفرج، يعني تقعدش بقى تفرج في الناس ليه؟ اصل لما بتبقى دايما انت عينك على اللي بعد كده you tend not to enjoy اللي انت فيه دلوقتي. ده حضرتك بتتكلم على قصة حياة كل الناس لما انت دايما تبقى عينك على ها وبعدين، طب اللي معاك دلوقتي ايه؟ انت مش شايف، انت مش حاسس بطعمه. على فكرة برضو هرجع واقول لك ايه، كلنا غلطنا الغلطة دي. يعني انا at a point in time
I missed ولادي لان كنت ملبوخ في ان انا عايز اشتغل كتير عشان اامن لهم مستقبل. فربنا يديك الدرس انك انت مش هتعمل حاجه على فكره. انا رزقتك بعيلين بس بيهم واهتم بيهم وربيهم. هتقعد تجري 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 مش هتوصل غير اللي انت هتوصل له. يعني ده قاعده شرعيه، ده ربنا سبحانه وتعالى اقسم بيها. فهو رب السماء. يعني الموضوع انه الحق مثل ما انكم تنطقون. يعني خلاص يا جماعه، ما ريح مخك الله يهديك، عشان انت هتتعب وهتتعب نفسك وهتتعب الناس اللي حواليك. اي بس انت محتاج تسعى، وان ليس للانسان الا ما سعى. اسعى. السعي هنا لا، هنا ثانيه واحده، دي مغالطه برضو في حدود علمي الله اعلم، بس يعني ايه يفتى في هذا او يسال في هذا اساتذتنا وشيوخنا. يعني سعي الانسان هو عمله في كل المجالات. سعيه في رضاء ربه، سعيه في بر والديه، سعيه في تربيه ولاده، في رعايه. هو المعيار والبوصله زي ما حضرتك قلت ارضاء ربنا بس. عشان ترضي ربنا هتبر والديك، عشان ترضي ربنا تبقى كويس مع زوجتك. فالسعي هنا مش مقصود بيه الاكل والشرب، الرزق. لان لما جت سيره الاكل والشرب قال لك ايه؟ قال لك فامشوا في مناكبها على مهلك اتمشى. انما لما قال سعي وفروا، كل ده سعي لان انت تعمل حاجه خير كلها حاجات هتلاقيها للعمل، للعباده مش يعني ايه فروا الى الله واسعوا في كذا ومش عارف ايه. لما جه سيره الاكل والشرب على مهلك، علشان الحكايه محسومه والموضوع مش عايز فرهضه. على مهلك خالص اتمشى. سارعوا لايه؟ مغفره من ربك. بشكر. يعني يبقى تسارع وتجري وتعافر وبتاع علشان مين؟ تاخد رضا ربنا ومغفره ربنا. انما لما الموضوع يجي بقى في اكلي وشربي وشغلي وبتاع، اهدى خالص. اهدى وتحرى وركز وامشي صح. ده اللي انا يعني اطمئن اليه قلبي. الله اعلم بقى اذا كان صح ولا غلط، بس ده this is how ايه يعني انت بعد ما عملت كل حاجه وفرهضه وسفر ومروح ومجي وشقلبه وبتاع وخناق وفتح شركات وقفل شركات يعني كل ده انا عملته. at the end of the day مش هتاخد تحس ان هو ايه؟ ايه بقى؟ مبسوط؟ عملت اللي ضيعت وقت في حاجات كان ممكن ان انا اقضيها مع الله يرحمها، كان ممكن ان انا اقضيها مع اولادي، كان ممكن ان انا اقضيها مع اهلي، كان ممكن كان ممكن اقضيها في عباده انا قصرت فيها. يعني كان ممكن اقضيها في حاجات تانية، لكن للاسف الشديد التكالب دي بتخلي مخك ايوه، ما هو انت الدنيا كلها دلوقتي هي كومبيتيشن وخناق وقفش واجري واعمل ما هي دي بقى القيمه الدخيله اللي انا بقول لك عليها. لان هو الكومبيتيشن المفروض في ايه؟ المنافسه المفروض في الاعمال الصالحه في الاخره، مش في الدنيا. مش سهل حد يعرف والله ما سهل. انا بقول لك سهل. انا راجل داخل 50 فانا خلاص انا الشهر الجاي كام 50 فالموضوع عندي لا عادي بقول مفيش مشكله. فالموضوع يمكن عندي بس قايم على فكره انه ايه يعني I've been there. يعني حصلت لي وانا في التوينتيز وحصلت لي وانا في الثيرتيز، وكانت مراتي تزعل مني واقول لها اصبري بس وانا هوريكي وهنعمل وهنسوي وبتاع، ولا عملنا ولا سوينا. بس الحمد لله مبسوط يعني، ما عنديش مشكله. فاهمني؟ يعني اللي انا كنت بحلم بيه يمكن حصل احسن منه، بس مش فضل مني، مش جدعان، مش الفرق الكتير، مش الفرق خالص. بالعكس ده يمكن الفرق كان هو اللي بيعطلنا. والله يعني الفرق ده كان هو اللي كان عامل العطله. انما لما بتبقى الدنيا انت بتهدى وبتستقر كده نفسيا وبتحس انه انا هجتهد في شغلي وهعمل اللي ربنا، والدروس بقى كتير، الدروس كتير يعني تيجي تحس لا ما شاء الله حضرتك مدرسه ما شاء الله. لا العفو والله لا صدقا يعني في حاجه فاتت منك مثلا. يعني كنت انا عامل زمان عقد مع الجيرمان تشامبر اوف كوميرس، وكنا عاملين شغل هايل يعني. كل بقى اعضاء التشامبر دول بنعمل لهم كونسلتيشن وبنعمل شغل كان جميل جدا. وبعدين الراجل اللي ماسك التشامبر او الجزء دوت يعني في التشامبر مشي.
وجي واحد تاني عنده هيز اجندا. عنده هيز اون ثينجز يعني. فراح عامل حركه كده نص كم وعامل فايوليشن للكونتراكت اللي انا ماضيه مع الشامبر. واختلفنا وحصل مشكله وبتاع مش عارف، انا كان لازم يبقى لي ستاند. فرحت الستاند بتاعي كان انه the contract will be terminated وانا هبتدي اجو ليجل بقى وارفع خلاص بقى ونبدا نمشي في القانون ياخد مجراه. القانون ياخد مجراه بيننا وبين بعض. لكن بيني وبين نفسي وانا مروح متضايق لان ده كان مصدر رزق بيتي وعيالي ومراتي. فكنت متضايق جدا وحاسس انه يعني انا كده اي لوست حاجه كبيره قوي والفلوس دي كانت جايه هتروح في حته وهصرف منين وهعمل ومتضايق جدا وبتاع. وبعدين فمراتي انا طبيعه الرجاله عموما يعني بتبقى لما بتبقى عندك تشالنج او بتاع بتبقى مش عايز تتكلم كتير فبتبقى واخد الموضوع على نفسك وساكت. فهي لحظه ان انا متغير مودي قالب بتاع فقالت لي. وكنا سبحان الله في الوقت اللي حصل فيه المشكله دي وانا كلمت بقى المحامي وبتاع وقلت له ده لازم الوقت ده ده انا هقلب الدنيا. كنا بنصيف كنا في اجازه اوكي فكنا في الاجازه في فاصله بايخه يعني. فرحت فشاف لحظه ان انا متضايق وحصل حاجه فاقول لها ما اقولهاش هقلقها مش هقلقها. طب انا لو قلت لها هي هتشوف ان انا اللي قصرت ولا هي انت بقى في حاجات بتيجي في دماغك كده يعني. فايه رحت قايل لها فهي رد فعلها وقتها كان انه قالت لي ولا يهمك هو انت عملت حاجه ربنا هيعوض. والله قبل ما ننزل من الاجازه ما شاء الله كنت ماضي عادتين ما شاء الله اللهم بارك في عادتين ونفس القيمه بنفس فده كان اللي هو عارف اللي هو درس اللي هو مش انت خطك اللي هو انت شوف انت نكدت على نفسك يومين في الاجازه لمجرد انك انت تصورت انها دماغك. لما هديت كده واستقريت وقلت طب توكلنا على الله يلا يا عيال تعالوا ننبسط احنا ربنا جابنا هنا علشان ايه احنا نستحق هذه الاجازه. احنا تعبنا وانتوا اجتهدتوا في مدارسكم وانا اجتهدت في شغلي ومراتي اجتهدت في شغلها وعايزين ننبسط مع بعض. خلاص انا اسف ضيعت عليك يومين بدون سبب يلا ننبسط. وقبل ما انزل من الاجازه كان الموضوع خلصان. مش ده بقى حته ربنا فتح في حته تانية. ودي بقى ايه مش مره يعني دي ما بتحصلش مره دي حصلت مره واثنين وثلاثه وتلاقي الدنيا تمام. فتبدا تقتنع ان مش انت ومش دماغك. مش انت خالص. بس طيب ايه اللي انا في ايدي يعني خلاص اوكي انا هسلم في جزء الرزق بس في جزء بقى المذاكره في جزء الترتيب. نفسر معنى كلمه الاجتهاد. الاجتهاد مش معناه ان الفرهده. الاجتهاد معناه عايز اجيب اخرها بما يرضي الله. اوكي فانا عايز اعمل اللي انا عايز اعمله ده فانا ربنا اداني هذه التاسكايه او هذه الوظيفه او هذا الموضوع انا هعمله باقصى قدر من الاتقان ممكن. اوكي وهو ده ان انا بتقي الله في شغلي. فانت استأمنتني على حاجه انا على قد ما ربنا اتاني من علم ومن من قدره ومن صحه وبتاع انا هديديكيت دوت لي او هسخره تماما لان انا اطلع منتج او اطلع اوتبوت ما يخرش ميه على قد رايي او على قد معرفتي. لما بتخلصها بتلاقي انه طبيعي الباب اللي وراها بيفتح اوتوماتيك مش بايدك بقى خلاص لان انت كده انت خلاص انت وصلت انت جبت السقف. فالسكه بعد كده فين وربنا مدد في عمرك ومكمل وبتاع السكه فين بعديه. انما لو انا على قد فلوسهم ومشيت وخلاص ما تمام. وده خلينا نتفق ان ده تفكير ناس كتير احيانا. خليك اللي هو اصلا انا كملتوش دول هم اللي بس كده. في كم حد انت شفته بيشتكي من المكان اللي هو بيشتغل فيه 90% من الناس ويقعد سنين يشتكي وما يعرفش يلاقي شغل في حته تانية. سنين. انا بس لو جالي شغل بكره ما يجيلوش شغل. واحد تاني يبقى مبسوط في شغله جدا وهو قاعد وشغال ومبسوط وبينجح ويجيله سبحان الله opportunities وحد يعمل له هيد هانتنج وحد يبعت له اوفر وسبحان الله يعني. هي عموما من أسوأ الصفات اللي انا ما بحبهاش في اي بني ادم في الدنيا يعني ان هو يبقى ناقم على الشكوى المستديمه اللي هو عدم الرضا. على طول بتشتكي حتى لو عندك من
اسباب المنطقيه الاسباب اللي تخليك نو حتى لو عندك من الاسباب اللي تخليك سعيد بس انت مش شايف. ما تشوفهاش. انت دايما ناقد، دايما مش عاجبك، سبحان الله. وفي حد تاني تلاقي ظروفه صعبه جدا لكن على طول عامل كده. ما شاء الله. اوكي، يعني في واحد برضه صديقي جدا جدا جدا، انا عارف ظروفه صعبه جدا، ظروفه صعبه جدا، ومن سني ومتجوز ومخلف وبناته كبار وزوجته مريضه يعني ظروفه صعبه جدا، وبعد كده اتأذى في شغله، فبرضه مشكله يعني. فلما بتعرف وده صاحبك بتبقى عايز تعمل اي حاجه تسبورت يعني باي شكل. فلما تيجي تتكلم معاه وتحاول قول لي بس اعمل ايه، بس انت محتاج ايه بتاع، عامل ايه، طمني عليك، يقول لك انا في فضل ونعمه من الله الحمد لله زي الفل، احسن من كده مفيش. على طول كده فربنا بيستر معايا. تلاقي بقى دي تقفل يقوم رايح كذا، دي تروح مش عارف ايه، شغلانه تجيله وهو مش عامل حسابه عليها، دخلت مدارس يلاقي ربنا باعت له حاجه يسد بيها فلوس المدارس والجامعات، مراته تعبانه محتاجه دكتور يلاقي الفلوس جايه لوحدها. عنده القلق بتاع ان مفيش لبكره، بس انا معرفش في ايه بكره. فربنا لما بيجي بكره بيبعت له ليه؟ لان هو لسانه ما بيشتكيش، عود لسانه على انه ما يشتكيش. انسان جميل يعني. ايوه، سبحان الله. القران لما كان بيقول لك تحسبهم اغنياء من التعفف، يعني هو مش عايز يطلب وما بيشتكيش، وانت تحسب ان هو ده دنيته تمام، ده غني. لو في مثلا نصايح، حاجه مثلا حد محتاج يعملها، محتاج هاو تو مانج مثلا حته المذاكره والشغل، وان هو يجيب اخره في نفس الوقت يطور من نفسه. طيب خلينا، عشان برضو في شباب بيسمعنا وفي شباب هيسمع الكلام ده. حكايه المذاكره دي ما نقصدش بيها اللي في دماغ التلميذ، اوكي، اللي هو ينكب على الكتاب عشان يطلع منه معلومه عشان يخش يدلقها في الامتحان. المذاكره اسلوب حياه. المذاكره انا اقصد بيها ايه؟ اقصد بيها الصحصحه والتركيز والتامل المستديم. بمعنى انه انا بذاكر وانا ماشي في الشارع، انا بذاكر وانا بشتغل، انا بذاكر الناس اللي حواليا، انا بذاكر كل كلمه بسمعها، انا بذاكر كل مشهد بشوفه. المذاكره هي مقصود بيها في الكونتكست ده يعني التذكر، التدبر في كل اللي بيحصل حواليك. كلمه قريتها، موضوع اشتغلت فيه، حد سمعته، مثلا ممارسه او عمل اديته. ماشي، بس انا بعمل الكورنت جوب في نفس الوقت محتاج اديفلوب ماي سيلف. انا اقصد كلمه المذاكره هي الديفلوبمنت مش بارت تايم. يعني البيرسونال ديفلوبمنت ما ينفعش انك انت تتناولها ببارت تايم اتيتيود، اللي هو لما اروح في ساعتين في الاسبوع. لا، الديفلوبمنت دي 24/7. يعني البيرسونال ديفلوبمنت دي اجراء مستدام على طول. انت دائما، هارون الرشيد كان يقول لك ايه؟ النفس المؤمنه نفس طواقه. عايزه ايه؟ عايزه دايما ترتقي للافضل. وعندما تبلغ افضل ما هو موجود تبتدي ترتقي الى انها كمان عايزه تبقى يعني في الاخره كمان. فالنفس الطواقه ديت هي النفس الساعيه دائما للايه؟ للتطوير. فالتطوير دوت ما بيحصلش ببارت تايم. يلا يا جماعه احنا بنعمل الشغلانه، طب ما وانا بشتغل ما انا بنمي نفسي، بنمي سكيل، بنمي مهاره، بنمي علاقات، بنمي معرفه، بنمي قدرتي على الصبر، بنمي حاجات كتيره. فانت التنميه مش ان انا اجيب كتاب اقعد اقراه او اذاكر او احل. ده مهم بس مش ده الاسلوب الوحيد. ده مش الاسلوب الوحيد. ممكن اسمع بودكاست وانا ماشي، ممكن اعمل اي حاجه، ممكن اقرا كتاب وهركز في الكلام. لكن وانت قاعد في شغلك مع مديرك اللي انت مش طايقه، اللي بيفرض عليك شغل وبيعاملك بتعسف وبتاع، انت بتفجر اوت طريقه تعرف تسرفايف بيها. لان بتكتشف نفسك، بتكتشف قدراتك، بتلاحظ صفات عندك ممكن بعد كده تبقى عايز تطور فيها علشان انت مش راضي عنها. انا مش راضي مثلا عن اني شفت حاجه غلط وسكت. فانا عايز ادرب نفسي على ان انا لما اشوف حاجه غلط اعرف اقولها بطريقه
تجيب نتيجه ايجابيه مش تخليني بطل وفي نفس الوقت ما تتعملش، لان في ناس بتغلط الغلطه دي برضه. اهبط واطقش في الناس انا كلها. بطل فانا هقوم بقى ازعق واصرخ وبتاع، فمش في الاخر مش هتعمل حاجه، وانت اللي هتحاسب على المشاريب وهترد بصدرك. انما انا عايز الاثر، فانا عايز ابتدي افكر ازاي ممكن ان انا بفهمي للناس اللي قاعده معايا واستيعابي للسيتويشن اللي انا فيه والوضع اللي حاصل، ازاي ممكن اعمل حاجه او اقول حاجه تكون مفيده او مشاركه مني لمحاوله توجيه القرار لاتجاه اشوف من وجهه نظري ان هو الافضل للجميع يعني، او الافضل يعني بما يرضي الله برضو طبعا. مش بس تكست بوك وتجيبه وتقعد مش تكست بوك بس، لا مش تكست بوك بس. يعني انا فاكر زمان وانا صغير في بدايه يعني بعد ما اتخرجت من الجامعه اشتغلت مع منصور. اوكي مع ما منصور شاء الله. ربنا يديله الصحه بقى، وكان ده اجمد حاجه في مصر يعني، مفيش اجمد من كده. والراجل ده كان متواضع قوي 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 قوي. يوسف منصور، مش محمد منصور اللي كان وزير، يوسف اخوه الكبير يوسف منصور. الراجل ده كان متواضع جدا جدا جدا، وكان ملتزم يعني. كان بتكسف منه يعني. كنت انا كان المكتب بتاعه كان جنب البيت عندي، كان جنب بيت ابويا يعني. فكنت بنزل من البيت اتمشى اروح الشغل، فكنت بروح بدري، كنت بقى في المكتب مثلا الساعه 7. ادخل الاقيه ماضي حضور زي الموظفين 6:15. فانت بتبقى انا عامل جامد ان انا اول واحد داخل المبنى وبتاع. وشفت عنده نماذج لطيفه جدا. في شاب كان بيشتغل معانا الكلام ده بقى في التسعينات، كان حارس امن يعني، ده اللي بيستقبلنا واحنا داخلين. اوكي، فهو كان حارس امن بيقعد على باب المكتب. خلاص كده، القميص اللبني الظريف والبنطلون الكحلي، وهو كان شاب كده يعني ايه، واخد باله من يعني صحته كويسه واخد باله من نفسه وبتاع، وبريزنتبل جدا، مستحمي نضيف، نظافته الشخصيه حلو هايله انسون. فكنت وانا طالع وانا نازل صباح الفل ازيك عامل ايه، وكنا اصحاب بقى يعني، هو سنه مش كبير يعني، فكنا اصحاب يعني، فصباح الفل ازيك اهلا وسهلا وبتاع اتفضل مش ايه انسون. فانا شفت عند الجدع ده عند منصور الشاب ده من حارس امن لمدير حسابات. نعم. والله انا شفت الولد ده بقى مدير حسابات ما شاء الله. اولا بس بقى ايه ده، ايه ازاي؟ من هيئته واهتمامه بالامن والبرزنتيشن للشركه، ان هو يبقى بريزنتبل كامباسادور للشركه. ممكن يبقى مش مدرك دوت، هو بيراعي ربنا في شغله بس. انا معادي من كذا لكذا، انا هقف حاجه تشرف قدام باب الشركه، لازم منظري يبقى تمام، اتكلم بادب بس اسيرتيف. انا غرضي ان انا ارضع اي حد تسول له نفسه انه يعتدي على المكان، لكن في نفس الوقت انا الموظفين والعاملين قابلهم بترحاب قابلهم بترحاب، ويبقى شكلي قدام الشركه حاجه تشرف انسون. فمين لفت نظره هذا الكلام؟ صاحب الشركه يوسف منصور. فيوسف منصور تعالى حبيبي، انت مين؟ انا ضابط الامن الجديد اللي اتعينت وباخد نبطشيه الصبح وبتاع مش عارف ايه. انت بتدرس ايه؟ لا انا ما بدرسش. لا لازم تدرس. وراح موديه كليه تجاره انتساب على حسابه. ما شاء الله. فخد بكالوريوس تجاره وتخصص محاسبه. بعد كده لما قال له اتخرجت مجموعك، قال له جبت جيد جدا، قال له برافو عليك يا ولا، اطلع سلم نفسك لقسم الحسابات. فراح طالع طب والامن؟ قال له مالكش دعوه، وراح مسلمه لقسم الحسابات. الواد دخل قسم الحسابات، ابتدى يأدي محاسب تحت التدريب، محاسب متخصص، تك 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 تك. دخله قسم الحسابات، طلع من الحسابات بقى، اترقى بقى سوبرفايزر بقى. طبعا ده ما تكلموش على اللويالتي بقى، لان ده هيبقى ليترالي ابن الشركه، ده بقى هيدي عمره وحياته مدير حسابات. في ولد تاني برضه انا اتعرفت عليه في فودافون. اوكي. الولد ده كان اوفيس بوي، وبرضه كان انت بتجيب اكزامبلز اللي هي ما دي انا ما انت لما بتشوف النماذج دي بقى بتقول لي كلمني بقى عن السيلف ديفلوبمنت. يعني النماذج دي لازم الناس تشوفها، لازم الناس تعرفها.
وليد ده كان اوفيس بوي، يعني كان يا وليد اعمل لي فنجان قهوه، يا وليد هات لي ما اعرفش ايه كويس. بس هو الولد برضو كان ديديكيتد، الابتسامه من الودن للودن، على طول هوسبيتابل. يمكن مره او مرتين شفت حد من الموظفين في الشركه بيكلموا بقلاطه او بتاع، يتاثر بس ما ياثرش في شغل. اتاخرت قوي كده ليه؟ عندي ما اعرفش ايه. فيبص له كده، انا ما اتاخرتش يا فندم، حاضر. وبيتعامل معايا رسمي. لو حبايب صاحبك بقى يهزر معاك وبتاع، ومؤدب، العيبه ما بتطلعش من بقه، يعني لسانه نظيف، بريزنتبل جدا جدا. واتصاحبت انا برضو معاه. كان في حاجه في رمضان، مبادرة الناس اشتركت عشان تعمل حاجة شنط رمضان. أنا مش فاكر بصراحة لأن القصة دي من فترة طويلة يعني. شارك معانا وليد في الحكاية دي، فراح عامل معانا شغل. المهم لفت نظر مين؟ لفت نظر الهيد بتاع الفودافون فاونديشن بتاع السي اس ار. اوكي. انت مين؟ انت بتعمل ايه هنا؟ فقال له انا كذا 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 كذا. قال له طب بقى تعالى لي المكتب. فراح له المكتب، راح رايح مكلم الهيد بتاع البيرسونال اللي مسؤول عنه. قال له في عندك شاب كده شكله بريزنتبل قوي وبيلبس شيك جدا، يا شوف هي جت ازاي. وشارك لما كنا بنعمل حاجات الناس التيم عملوا هم حاجه بينهم وبين بعض، انيشيتيف بيرسونال يعني. يا جماعه مين عايز يشارك في كذا؟ فهو كان انيشيتيف، فهو قال فالناس قالت طب انت هات كذا، انت هات كذا، انت هات كذا، وليد تساعدنا في ان احنا نعمل الشنط ونعبي الحاجه ونطلع نروح للمكان الفلاني عشان نديهم الهدف. فابتدى يشارك، ولانه هو وشه ربنا مديله سماحه كده وابتسامه حلوه كده، فهو قبول. فلفت النظر قوي. فراح انت مين؟ بتكلم معاه بقى وليد انت احكي لي كده، انت ايه اخبارك؟ قال انا خلصت حقوق، انا اتخرجت من كليه حقوق، خدت ليسانس حقوق. وهو كان حاجه دبلوم او حاجه صنايع او بتاع. قلت له برافو عليك، هايل، ممتاز. فقال لي وكمان الاستاذ فلان طلبني علشان اروح اساعدهم في الحمله اللي هم عاملينها بتاعه الفودافون فاونديشن. قلت له روح يا وليد. فقال لي انا مش عارف اروح هعمل ايه وبتاع. قلت له روح انت مالك، روح سلم نفسك وشوف اللي هيحصل. وليد النهارده فول تايمر في السي اس ار ديبارتمنت في فودافون، واخد مانجيريال بوست. ما شاء الله. الكلام اللي بقول لك ده كان بيحصل في 2003 مثلا 2004. عدى 20 سنه، النهارده وليد بقى متجوز ومخلف ومدير اداره في فودافون. ونمى اللغه واتطور من نفسه، ما بيوقفش بقى. ايوه. طب هو ازاي بقى برضه؟ هو اكيد بيعمل الكلام ده، يعني الشغل بياخد منك مثلا ليتس سي من 8 ل 12، ده لو انت شخص بتشتغل اللي هي الحاجات اللي هي بوقت. الشغل نفسه تنميه، وانت لما بتلاحظ ان في حاجه انت محتاج تشتغل عليها جنب شغلك بتشتغل عليها في وقتك. اوكي. فهو ركز في الحته دي، هو ركز في اللي في ايده دلوقتي، ما قعدش يبص بره. يعني هو كان يعني هو كان مركز في ايه؟ كان مركز في ايه؟ انا دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي بشتغل في هذا المكان از ان اوفيس بوي. شغلتي ان الناس اللي قاعده بتشتغل دي وعماله تضرب ارقام وتخش اجتماعات وتطلع مكشره دي تشرب شاي وقهوه وتتظبط، ونظافه المكان وامانه المكان وكلام من ده. انا هعمل شغلي تمام. عمل شغله تمام، الناس حبته، اديته فرصه، الناس اديته فرصه، ربنا بقى. فانا وبعدين السكه بتتفتح، يعني ربنا بيديها لك عشان انت عملتها صح. فانت في فرق بين لما اقول لك مثلا ايه ممكن فنجان قهوه الله يهديك ربنا يخليك علشان بس اظبط مزاجي كده واحنا داخلين الشغل، فحاضر ودوم هبد لك فنجان القهوه. وفي واحد تاني صباح الفل واهلا وبتاع ويعملها لك بحب ويبقى ما هو ده الاتقان، ما هو ده اتقاء الله، ان انت بتتقن في اللي في ايدك مش في اللي مش في ايدك. انت ما بتعملش شغلك لانك انت بتجري ورا حاجه مش معاك. الموضوع كان يعني ملهاش ريسبي، مش خالص. مثلا ايه محتاج تذاكر ساعتين كذا وتعمل مش عارف. انت لو محتاج الحاجه هتقوم لا هي دي الريسبي، تفرك عشان خاطر هي دي الريسبي. هي تيجي ملهاش باخر الدايره هي بتاعتك. ملهاش سيكوينشال ستيبس ثابته، انما هي الريسبي هي دي. اتقن اللي في ايدك، وان كان اللي في ايدك ده
محيطه اهل بيتك واصحابك السيركل اوف انفلونس اللي معاك. وللناس المكافحين اللي وصلت لحد هنا، خليني اديكم خلاصة ال3 اسئلة باجابات عملية مختصرة، بس بنعتذر لكم جدا لان الصوت ممكن ما يبقاش احسن حاجة. البيرسونال براندنج ده بقى في ناس، عشان برضو في ناس ممكن تمسيوز او تبقى فاهمها غلط. انا محتاج ان انا ابراند نفسي بالذات في الكوربريت لايف، ان انا شخص مؤهل وكانديديت محترم بالنسبه للسوبيريورز، ان ده يمكن ترقيته، ممكن ان احنا نبص عليه، ممكن. تعالى نفتكر مع بعض كده البرنسبلز الاساسيه بتاعه البراند مانجمنت. قلنا ايه؟ قلنا انه البراند is about what you do not what you say. اوكي. فالبيرسونال براندنج ما بيجيش بان انا اقعد احلف واقعد احكي اقعد اهري. البيرسونال براندنج يتعمل بانك انت تشوف القدرات والمهارات بتاعه هذا الشخص في التخصص او المجال اللي هو بيشتغل فيه. اوكي. وتبقى القيمه او الفاليو من عمله ده باينه بالنسبه للناس. فلو انا بعمل بيرسونال براندنج لكانديديت جوه كوربريت معينه، جوه شركه معينه، او هو بيحاول ان هو يعمل براندنج لنفسه as a successor علشان يمسك leading position او ياخد منصب معين، هو في الاخر نجاحه قايم على ايه؟ تمكنه من عمله، علاقاته بالاخرين، ان هو trustworthy وريلايبل، وما لو المانجمنت يعني ركنت عليه مش هيوقع منه، مش هيوقعنا، وهكذا. اوكي. وبرضه لما نرجع للحته بتاعه البيرسونال او اي براندنج في الدنيا، لما تيجي تمسك البراكتس هو قايم على انك انت تحط فاليوز قبل ما تبتدي تتكلم على تاكتكس. يعني لازم تحط لي اساس تشينجلس عشان نبتدي بعد كده نلعب حواليه. لان في الاخر هي اتس اول اباوت ايه؟ قلناها برضه في البراند مانجمنت، it's about how your brand behaves in the market. فلو البراند بتاعك بيديليفر وبيساتسفاي، والكاستمر بتاعك لما بيبقى عنده مشكله بيلاقي حد يكلمه، وانت تراست وورثي، ولما بيبقى في اي حاجه عليك انت بلاقيك انت كبراند اكاونتبل وبتتحمل مسؤولياتك and so on، سمعتك بقت طيبه. البراند مش اللوجو، مش كتر الكلام، مش في ناس وهي قاعده ساكته كده بتلاقي ليها يعني سبيس، ليها هيبه، ليها طله. ليه؟ لانه هو يعني من غير ما يحكي كتير ومن غير ما يهري كتير، هو بيقدم قيمه الناس حاسه بيها اللي حواليه. وجوده بيشعرهم بشكل من اشكال الراحه او الطمانينه او الاتكال عليه، ممكن يتكلوا عليه وعارفين انه هيسد. فلما تطبق دوت على البني ادم او على الاوبجكت، اذا كان برودكت او ايفنت او اي حاجه من دي، لازم تبقى انت عارف ايه هي الفاليوز اللي انت هتزرعها، القيم اللي انت هتتمحور حواليه، عشان بعد كده سلوكك يكمل. اللي انت عايز تحطها في دماغ الكاستمر او في دماغ المستقبل، دماغ المستقبل بتاعي، صح كده؟ ففي فاونديشن لدوت احنا عندنا يعني حتى في ديننا. اوكي تمام. القوي الامين، خلاص. يعني حط البرنسبل ده كاساس. قوه يعني قدره على انجاز المهام المطلوبه، وامانه في العمل، بس خلاص. لو انا بنيت ده كبرنسبل وابتديت بعد كده في شغلي كله دايما بحاول اطلع احسن حاجه ممكنه واتقن العمل واتاكد ان انا بديليفر صح عشان اندورس الفكره، فانا كده بقيت القوي. اونست وريلايبل وعندي علاقات جيده مع الاخرين وما بعملش مشاكل مع الناس وتيم بلاير وبتاع ويعتمد عليا وعمري ما بدلس وعمري ما بكذب وعمري ما بطلع تقارير مغلوطه وبتاع، يبقى انت امين. خلاص تمام. يبقى انت لما تحط تزرع البرنسبل وتقتنع بيه وتشتريه ايا كان هذا البرنسبل، انت بقى شطارتك. يعني في ناس بتبقى عايزه تعمل لنفسها براندنج بصرف النظر هي واعيه الدوله مش واعيه له، بس هو سعى لناحيه انه يعمل لنفسه بيرسونال براندنج از ان هو انتهازي والبلابي ومتسلق وبتاع مصلحته ومالوش صحاب وممكن يعمل اي حاجه عشان ينجح على كتاف الاخرين كذا. ده بقى سمعته. البراند هو السمعه. جيف بيسوس قالها لك كده صريح، قال لك البراند فور ا كومباني از لايك ريبيوتيشن فور ا بيرسون. اوكي. You earn reputation by learning how to do tough things well. القوي الأمين. ماشي. السؤال التاني انه الشخص اللي هو عايز ياخد بقى ستيب فورورد ده،
لازم محتاج يشتغل على نفسه. at the same time هو محتاج ان هو يعمل شغله زي ما حضرتك قلت بكفاءة عالية جدا. فهو وقته محتاج ان هو الوقت بتاع الشغل هيبقى 100% للشغل. وازاي بقى يوازن الحاجات الكتيرة بتاعت ان هو محتاج يبقى يطور من نفسه ويذاكر حاجات ويعمل كده؟ ازاي بقى يقدر يمانج الكلام ده؟ كلمتين في رأيي برضو الشخصي، يعني قناعة شخصية. selective encirclement. selective encirclement. encirclement يعني الحصار. اوكي، فانا بحاوط نفسي او بحاصر نفسي الناس والمجتمعات والنشاطات المنتقاه اللي تساعدني على ان انا اتطور واتحسن. اختار الكوميونتي بتاعك، اختار صديقك يا اخي. لو انا راجل عايز اتخصص في مجال التسويق، encircle yourself with ناس متخصصه بجد في التسويق، مش شويه هبيده بيقولوا اي كلام على السوشيال ميديا. اوكي، ناس عندها تاريخ وريزومي، ناس واعيه ومتعلمه صح، مش بيقر وبيقول كلام هو مش فاهم معناه عشان بس يجذب شويه مشاهدات. خلي بالك منه. فلما انا ابقى عايز اطور من نفسي وتصبح حياتي اليوميه عباره عن اكل شرب نوم كلام محاضرات لقاءات بتاع كلها قايمه على ان انا بتاع تسويق، او انا بتاع علوم ماليه، او انا بتاع اداره، او انا بتاع انتربرينورشيب، او انا بتاع بزنس ديفلوبمنت، او انا بتاع ماركت ديفلوبمنت اللي هو الحاجه المور ادفانس عن بزنس ديفلوبمنت كمان اللي الناس يعني للاسف لسه ما بتتكلمش فيها، رغم انها يعني الشغلانه دي اشتغلتها مثلا من يجي 20 سنه. اوكي، يعني 20 سنه تقريبا انا كنت اسمي ماركت ديفلوبمنت مانجر، مش بزنس ديفلوبمنت. انت بتشتغل على الماركت كله بقى، الموضوع سكوب تاني خالص. لكن قد ايه اتس سيلكتيف انسيركلمنت، ازرع نفسك في الاماكن الصح، لان الديفلوبمنت البيرسون ديفلوبمنت مش بتاعت بارت تايم. ما ينفعش تعمل بيرسون ديفلوبمنت بارت تايم. انت يو كيب ديفلوبينج يور سيلف 24/7. انت بتتعلم على طول على طول على طول، كلنا كده. ايه بس انت مش حاجه واحده، يعني انت مش بس ماركتر، انت اب وابن. مظبوط. كل ده انت بتعمله في وقته. لكن وانا اب وابن وزوج وصديق وعندي وقت لشغلي، وانا بمارس شغلي انا بيحصل لي ديفلوبمنت، وانا بحاول اطالع او ابحث او اقرا في حاجه تمس شغلي، ما انا بعمل لنفسي ديفلوبمنت. وانا بضيع وقتي اللي ليا انا في ان انا مثلا بحضر مؤتمرات او بحضر ندوات او بسمع بودكاست او قاعد اقرا كتاب او حاجه زي كده، ما انا بعمل نفسي بيرسونال ديفلوبمنت. فما ينفعش تقول لي هو مصدر اقرا انهي كتاب عشان ابقى جامد في كذا، ما فيش حاجه اسمها كده. انما لازم احاصر نفسي بهذا المجتمع. اوكي، فانقي انا بزرع فين. تجربه تاني بنعيدها ونزيدها كل دخلة اول سمستر، بعملها مع الطلبه الصغيرين في الجامعه. يا جماعه، اول واخر بخش كده المحاضره كده، اول واخر مره تمسك موبايل معايا في الليكتشر، والطلبه بقى بكالوريوس، اول واخر مره، اوكي، افتح موبايلك، خش على السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي انت بتضيع عليها وقتك، اعمل انفولو لكل الهبيده اللي انت متابعها، وتابع ورايا بقى 1 2 3 4، تديله شويه ايه، انستتيوشنز، جامعات، مجلات بزنس، هيئات متخصصه في التسويق، كلام من ده. وقابلني بعد 45 يوم، قابلني بعد شهرين، وريني دماغك بقت عامله ازاي. 100% من الفيدباك بيبقى ايه؟ 100% من الفيدباك بيبقى ايه؟ انا حاسس ان انا بفكر بطريقه ثانيه. انت زارع نفسك فين؟ سيلكتيف انسيركلمنت. اللي انت بتتكلم اللي هو وقت اسرتي ووقت مش عارف اهلي ووقت اصحابي وبتاع، ده طبيعي، ما انت ده جزء من حياتك. لكن لما بنيجي نتكلم على وانا بشتغل، ما انا بعمل لنفسي ديفلوبمنت، وانا قاعد اقرا مثلا كتاب او بطالع حاجه او بتابع بودكاست او ببص على حاجه على السوشيال ميديا، ما انت بتعمل نفسك بيرسونال ديفلوبمنت. يا اما بتبقى بشكل ديفلوبينج، يا اما بتبقى بشكل ايرودينج، تاكل. يعني ممكن بدل ما تعمل لنفسك ديفلوبمنت، انت متهيأ لك انك تعمل نفسك ديفلوبمنت، بس انت بيحصل لمهاراتك وقناعاتك وفهمك للامور تاكل، بسبب انك معرض ودانك وعينيك لمحتوى خاطئ في زمن خاطئ مع ناس غلط.
احنا ممكن نبقى نتكلم في مرة او نقول ايه ال5 حاجات او ال10 بيجز اللي حضرتك بتقول لهم عليها دي. عشان الناس سهل خالص يعني على توب اوف مايند كده. ماركت واتش، اي ام اي، سي اي ام، بلومبرج، رويترز، اوجيلفي، ايه تاني، سكاي نيوز، وسكاي نيوز عربيه، فوربس، وفوربس ميدل ايست. انا بتكلم عربي كمان لو عايز. اوكي، بس دي حاجات اقتصادية ولا دي حاجات بيزنس كلها بيزنس ريفيوز بقى. بتتكلم على مانجمنت، بتتكلم على ماركتنج، بتتكلم على ماركتس، وبتتكلم يفولو ذم بقى على فيسبوك على اللي انت عايزه. اللي انت عايزه، بس بشرط انك تانفولو الهبد والرزع التاني اللي انت بتشوفه. انت ما انت تتابع يعني انت بتتابع مين هتتحول الى حاجه زيه. طيب السؤال بقى الاخير، احنا خلاص عرفنا ان هو الراجل محتاج ان هو يديفلوب هيم سيلف، وان هو محتاج يانلر ويفضي الكوبايه بتاعته تماما. أيوة. وبعدين يبدا يملاها بحاجات موثوقه. ازاي بقى يبطل تسويف ويبدا تسويف؟ ازاي يبدا خلينا يذاكر؟ نفرق بين ثلاث حاجات. التسويف اللي هو البروكراستينيشن او التاجيل لبكره. وده علاجه انا اعتقد ان هو اذا له دوافع او له نقدر نقول يعني اثر انك انت عندك حاجه شغله دماغك انسون فبتاجل العمل بشكل كبير انسون. انا اي بليف ان احنا لازم نجاهد انفسنا ونبتدي نروح ناحيه البيبي ستيبس. يعني ايه؟ يعني انا ماليش مزاج دلوقتي، فبدل ما استسلم لهذا اجاهد ذاتي واجاهد نفسي وابتدي اقول طب انا مش هعمل بس انا هفتح الكتاب، انا هبص بس فيه، انا هفتح اللابتوب، هبص على الميل. تلاقي الحاجه بتسحبك. خد بالاسباب وخليها تمشي. اوكي، فانت كده تعالج التسويف. لكن مش معنى ان انا قلقان من التسويف في البيرسونال ديفلوبمنت بتاعي ان انا ابتدي اجري بقى ورا التشويق وما العبش تسويق. فافهم اروح بقى بتاع حمدي الوزيري دوت ولا مش عارف ايه، وابقى انا كده جريت في سكه غلط ومتصور ان هو ده التسويق. ليه؟ اصله شيق وظريف، صح؟ ففي احنا بنشتغل تسويق. اوكي، التشويق ده entertainment business. It's good to use if it serves marketing purposes, بس it's not right to focus on 100% لان ده مش شغلتك. طيب ازاي بقى الانسان يبدا؟ يعني هل في مثلا احنا مش عايزين بقى الجو بتاع الترندز وفلان بيقول سلم نفسك. يعني انا عايز يعني طبعا مثل ممكن ما يبقاش على نفس المستوى يعني، لكن انا عايز مثلا احفظ القران. حلو. هبتدي ازاي؟ هسلم نفسي لواحد متخصص. هروح مدرسه، هروح جامعه، هبتدي اتواجد في وسط الكوميونتي اللي انا عايز ابقى منه. فهو وجودي في وسطيهم هيعمل لي الديفلوبمنت المطلوبه. اوكي، فابتدي من هنا. انما هل في يعني بدايه اساسيه لكل الناس؟ كل واحد على حسب ما يسر ليه. انت حضرتك ايه اللي متيسر لك؟ ان انا اجي احضر ان كورس، انا اجي احضر كورس، ان انا اقرا كتاب، ان انا اتفرج على فيديوز، اسمع بودكاست، ان انا احضر اسمع بودكاست، ان انا اروح مثلا جامعه اقدم على دبلومه، ان انا اقابل حد متخصص اقعد اتكلم معاه، ان انا ليا مدير في الشغل بيشتغل في مجال انا مهتم بيه اقعد معاه نشرب فنجان قهوه كده وندردش انسون وابتدي اخد منه معلومه في الثانيه، امسك طرف الخيط واجر وراه وهكذا. انما ده ايديا انه بص في عندنا اوضه هنا، حضرتك تخش جوه نقفل عليك ونعرضك لاشعه فوق الحمراء ويطلع من الناحيه الثانيه ماركتر. ما حصلش، مفيش الكلام ده طبعا. في كبسوله كده سحريه لو حضرتك بلعتها هتتحول الى طاقه خارقه تقدر، والعملاء هيطلعوا من جيبك، يعني هتبخ عملاء من بقك. مفيش الكلام ده برضه. اوكي، فهي it is a journey. لو انت مقتنع انه ده المجال اللي انا عايز اشتغل فيه ايا كان المجال، مش لازم تسويق، حضرتك تواجد، ميك شور انك متواجد في الاماكن الصح. ما هو تاني احنا بني ادمين بنتاثر بالمحيط اللي حوالينا، ولنا قدره محدوده جدا في التاثير في هذا المحيط. اوكي، فحضرتك لازم تراعي انك هتتاثر بالمحيط بتاعك، اختاره، نقيه. اوكي، وهتلاقي نفسك ما بتسوفش لانك انت هما بيسحبوك.
بياخدوك معاهم. هتلاقي نفسك بيحصل لك البيرسونال ديفلوبمنت، لانه انت بتسمع كل يوم جديد، والجديد ده بيستفزك. بالظبط كده. دور. يعني ساعات مثلا انت تيجي واحنا قاعدين كده تقوم جاي سائل سؤال، انت بتسأل عايز تستوضح، لكن السؤال اللي انت سألته عمل تريجر في دماغ حد من الناس اللي قاعده، انه ايه ده الموضوع ده، ده انا مش واخد بالي منه. ده انا كيوريوس قوي، ده انا عندي فضول فظيع. فتلاقيه سابك وساب الرد بتاع الناس اللي ردت عليك على هذا السؤال وهكذا، وراح هو بحث لوحده. صح؟ او ممكن انت تبقى بتسال سؤال، تسالني انا سؤال مثلا، السؤال اللي انت سالته دوت فتح دماغي على ان في حاجه انا مش فاهمها كويس، فارجع اذاكرها وابتدي اراجع وافهمها، وازاي انا راحت مني وبتاع، لا انا انساها. فهي مادام انا في المحيط ده، الديفلوبمنت بقى ايه 24/7. مش معنى كده ان انا ههمل بيتي وههمل صحابي وههمل نفسي وهعيش بقى وهتفرغ للعمل وخلاص لا طبعا ما كده. اوكي، بس هي غصب عنك هتحصل. يعني زي ما كنت بحكي لكم هنا في الكتاب، بقول لك انا لما بنزل انا واولادي ومراتي نعمل شوبينج ولا نروح مول، النهارده مثلا احنا جايين مش عارف كنا خارجين نتغدى ولا بتاع، واحنا في المول ايه الملحوظ؟ ايه ده المحل ده قفل، الله لا ده يجوا بص بيشطب، ايه ده شكلها كده مش عارف محل ايه كمان بيعمل تصفيات وبيقول لك كليرنس. بالنسبه لنا احنا we are in already the recession. اوكي، في حد تاني شوبر هيخش يبص يقول لك فرصه، ده اسعار ما فيش كده، بص باتن بادي وركس عامل اي حته ب 300 جنيه، خش فضي المحل. يا جماعه ده ايه؟ دي مصيبه. يعني الناس اللي جوه المحل دي شغلها خلص، دول ماضيين استقالات قبل ما يخشوا. ده المول نفسه هذا المحل مش عارف يأجره تاني. يعني المول هيوفر عمال. ده السبلاير اللي نقل، الشركه بتاعت الشيبينج اللي نقلت الجودز دي من المينا للمحلات، مش هيبقى عندها حاجه تنقلها. فاحنا داخلين في الحيط. لما بتبقى دي حياتك، انت بتلاقي نفسك بتانتربرت كل حاجه حواليك. لما تقعد في المطعم وتقول له انا عايز اكل مثلا جريل تشيكن، يقول لك لا والله ما فيش فراخ. ليه ما فيش فراخ؟ ليه؟ ما حضرتك الاسعار غليت والتضخم وبتاع وخرجت بره المنيو بتاعنا، فانا ما عنديش غير سمك بوري، ما عندي باستا. فانت غصب عنك بتلاقي حتى انت بتانتربرت حياتك اليوميه بنفس الطريقه. ما هو بقى منظور خلاص، انت تفرغت لهذا وربنا سخر لك الناس دي عشان تشتغل معاهم وتساعدهم، وسخرك انت عشان ده تبقى رسالتك في الدنيا. بتعمل ايه؟ لما تقراها كده بتعمل ايه؟ ربنا بيقول لك دي شغلتك، بتعمل ايه؟ هتشتغل، تسمع كلام بس هتشتغل ليل ونهار بقى. مش معنى كده ان انا برضو هسيب حياتي وحياتي شغل بس، لان انت بتلعب مالتيبل رولز. العب بس كل حاجه في وقتها. ماشي خلاص. احنا كان اخر حاجه كنت عايزه يعني افاينلايز بيها وافنش بيها. اولا شكرا على وقت حضرتك، ويعني فعلا حسيت ان انا مش عايز ابقى استفدت انا لوحدي، فحسيت ان انا لا، انا محتاج اشير مع الناس والناس كلها تستفيد من الاكسبيرينس بتاعت حضرتك، ومن خلال الكلام اللي من القلب ده ما شاء الله يعني بيوصل فعلا بجد.